ايه هي الوان الترندات بتاعت 2025 في الدهانات؟ بيستاشيو، فانيلا، لاتيه، فيليه، بانيه. طبعا الاسئله دي كلها ضحك وغير صحيحه تماما. شركات الدهانات لما بتنزل اسامي او ترندات زي ما الناس بتقول، هي ما هي عليها غير انها بتعمل فرايتي للكاستمر او كلاينت اللي جاي عايز يعمل شقته او مكتبه او وات ايفر اللي هو بيعمله. طيب ايه الصح؟ الصح بقى ان انا اشوف انا بحب ايه، انت بتحب ايه، على اساس كده بنحدد الفراغ بتاعنا، المكان بتاعنا اللي احنا بنعمله ده هيتعمل فيه اكتيفيتي ايه، وبناء عليه بنختار الالوان بتاعتنا بشكل متناسق وجميل. انما قصة ان في لون ترند، لا، ما تخليش حاجة تحددك. انت بترتاح للون معين، وده اول حاجة انا براعيها في ان اللي قدامي هو بيحب ايه، هو هيرتاح في ايه، المكان دوت هيتعمل فيه ايه، علشان كده هنعمله اللون ده. في قاعدة بنحبها جدا او بميل ليها انا بشكل شخصي، اللي هي 60 30 10. في مليون واحد اتكلموا في 60 30 10. الموضوع باختصار انت بتخلي اللون بشكل عام اللون 60 ده اللون الغالب. الحاجات اللي انت هتطبق بيها 60 30 10 دي تبقى الارضيات والحوائط والفرنتشر، فانت بتحاول تعمل لون بيكمل لون ولون كونتراست بيرد عليهم هما الاتنين. ده الموضوع بكل بساطة. بتاع الالوان بتاع الدهانات في 2025. وفكك من 2025، اعمل لون يمشي معاك السنين كلها. لو لقيت ان الموضوع هيلخبطك وهيسحلك وانت مش هتسلك فيه، كلم مهندس. ولو عندك اي استفسار اكتب لنا في الكومنتات، تنساش لايك سبسكرايب. تابعنا، يمكن